قال لي ايه ده ولا مصطفى النتيجه بانت يلا، ابن عمك فلان جاب النتيجه وجاب مش عارف قد ايه، هات رقم جلوسك بسرعه. فانت بص يا صاحبي بقى في اللحظه دي طبعا مش محتاج اوصف لك، يعني انت دماغك عمال بيك توك 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 بيك توك 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 بيك توك 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 عمال ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الورد والفل والياسمين، مساء الراحه اللي مش بتيجي غير اخر كل اسبوع، مساء كلمه يومكم. اولا حابب اشكر كل الناس اللي جاوبت على الفزوره بتاعت الحلقه اللي فاتت، كل الناس اللي بتتشارك معانا، كل الناس اللي بتتفاعل معانا، وبرضه الناس اللي بتشاهد في صمت كده مش بتقدر تعمل كومنتس ولا بتعمل اي حاجه خالص ولا بتجاوب على الفزوره. وحابب اشكر الناس اللي بتقول لي حل الفزوره اول ما تشوفني. بس يعني يا ريت تكتب الكومنت، يعني تكتب حل الفزوره طالما انت تعبت نفسك ودخلت شفت الحلقه، اكتب بقى حل الكومنت، مش بتاخد نت على فكره. طبعا اشكر اخويا وحبيبي احمد السجيني ومحمد البدوي حبيب قلبي طالبي المميز. طبعا احنا الفتره اللي فاتت دي ابنائنا طلاب الازهر النتيجه بتاعهم بانت، الف 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 مبروك. والثانويه العامه برضو بانت، الف 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 مبروك لكل الطلاب ولكل اوائل الجمهوريه. بمناسبه الثانويه العامه بقى، انا دفعه 97. يعني دفعه 97 دي النتيجه بتاعتنا كانت بانت امتى؟ وقت الفطار في رمضان. تخيل كده يا حبيب قلبي، انت قاعد مع بابا وماما واخواتك، قاعد تفطر ومزاجك 100 فل و14، وكانت تقريبا 27 ليله القدر، او يعني في الحدود دي مش متذكر، بس هو انت قاعد بتفطر. فانا خلصت فطاري وكان في عندنا خوخ يومها، فانا ماسك الخوخايه هنا وباكل، وابويا فتح، كان في عندنا الكمبيوتر وفي وصله نت، وابويا فتح موقع المصريين، قال لي ايه ده ولا مصطفى النتيجه بانت يلا، ابن عمك فلان جاب النتيجه وجاب مش عارف قد ايه، هات رقم فلوسك بسرعه. فانت بص يا صاحبي بقى في اللحظه دي طبعا مش محتاج اوصف لك، يعني انت دماغك عمال بيك توك 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 بيك توك 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 بيك توك 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 عمال ايه رايح جاي، عمال بيعزف. طب ايه، اكل الخوخايه طيب ولا ارميها ولا اعمل ايه؟ ما تهنتش على اللقمه. فايه يا بابا في ايه، عايز رقم جلوسي، رقم جلوسي 19000 ومش عارف وكذا 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 وكذا. اديته رقم جلوس الواد اللي ورايا، فلقيته جايب مجموع حلو. فبعدين قال لي يا ابني بس ده مش اسمك، اديته رقم جلوس الواد اللي قدامي، فلقيته برضه جايب مجموع حلو. فقلت بس اتوكل على الله، بعد ما طبعا للاسف سبني بيه، يعني قال لي يا ابني عشان المشاهده بس، وخد بقى رقم جلوس. ففي اللحظه دي ابويا كان شاف مجموعي وشاف ان انا ناجح فكان فرحان. فانا ابويا ما شاء الله ربنا يديله الصحه ايده تخوف، فهو يعني لما بيفرح بيتحرك، فقال لي ها هو هي دي. كنت انا بقى ايه مستعد العب، انا كان لسه لعبه صابوي دي نازله وقتها يعني السنه بتاعتي دي، فكنت بلعب انا وهو صابوي، هو قال هي قلنا قلت له ور، قمت جاي طاير على الباب ونازل على طول، قال لي خد يلا نجحت وجاب درجه، وجبت درجات جميله. خلصنا الثانويه ودخلنا الكليه وخلصنا الكليه وعشنا، كله بيعدي كله بيمر، بس يمر وانت نفسيتك كويسه. بص يا حبيبي، انت طالما عملت اللي عليك، اللي اي حاجه جايه بعد كده ده هو توفيق وكرم ربنا، انت مش عليك الا السعي بس، النتيجه دي مش بتاعتك، النتيجه بتاعت ربنا. طول ما انت كنت صادق فعلا مع نفسك، طول ما انت ذاكرت دروسك، عملت واجباتك، اجتهدت وعملت كل اللي عليك، النتيجه دي بتاعت ربنا. على فكره انت ممكن تكون اجتهدت كويس جدا وجبت مجموع مش هو اللي في مزاجك، بس صدقني ده الخير ليك. المجموع ده هيحطك في مكان، وقتها انت هتكون متضايق، بعدها هتعيط وتسجد من فرحتك لربنا سبحانه وتعالى، تقول يا رب ده انا كويس اللي انت قفلت لي الباب اللي انا كنت متعلق وعايزه قوي ده، وفتحت لي الباب اللي انا ما كانش اصلا على خاطري خالص، ما كانش في مخيلتي ان انا اخش من الباب ده. فربنا يوفقك يا حبيبي، ودايما دايما ما تخليش حد يقارنك بغيرك، وانت كمان ما تقارنش نفسك بغيرك، قارن نفسك باللي انت كنت عليه امبارح. يعني قارن تقدمك، شوف انت النهارده بقيت فين وامبارح كنت فين والنهارده بقيت فين، وطول ما انت بتتقدم فانت كده ماشي صح، ما تقارنش تقدمك بتقدم اي حد تاني. والف الف مبروك. وطبعا زي ما انت متعود ما تنساش تجاوب على الفزوره اللي هتنزل هنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.